بما ان الكيمياء عامله مشكله لمعظمكم وكتير منكم بيشكي منها، فكمل معايا كده هقول لك بالظبط كل باب تعمل ايه فيه سريعا كده، وكمان التقسيمه بتاع الدرجات بتاع كل باب، يعني كل باب عليه كام درجه بالظبط علشان تبدا مراجعه صح. لان انت المفروض ان انت بتبدا مراجعه بالابواب الكبيره، فانت ما تروحش مثلا تبدا بالابواب اللي عليها كام درجه وتسيب باب تاني عليه 20 30 درجه، فمش هينفع خالص. تاني حاجة كمان المشكلة اللي كتير منكم بيشكي منها ألا وهي حل المسائل، إن هو مش بيعرف يحل المسائل. فبرضه هقول لك إزاي تحل المسائل، ومن ناحية المعادلات الكتيرة جدا بتاع الباب الأول لازم تكون حافظها كلها ولا لأ، وكل الحاجات دي كده. فكمل معايا الفيديو وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجاية. نبدأ الأول كده إيه بتقسيمة الدرجات. أول حاجة أنت لازم تكون عارف كل باب عليه كام درجة، عشان وأنت بتذاكر ما تكونش بتذاكر بعشوائية. مش معنى إن الباب كبير مثلا وعدد صفحاته كتيرة يبقى أنت إيه، والله ده الباب ده كبير بقى وفيه هري وفيه معادلات والكلام ده يبقى هو اكبر حاجه وانا اديله الاولويه. لا طبعا مش كده. فانت لازم زي ما قلت تكون عارف كل باب كده عليه كام درجه. نبدا الباب الاول عليه حوالي 9 درجات، الباب الثاني عليه حوالي 8 درجات، الباب الثالث عليه حوالي 11، الباب الرابع عليه حوالي 10 او 11، الباب الخامس بقى العضويه عليه 22 درجه. فبدايه كده في كل الكلام ده انت لو جيت توازنها هتلاقي ان الباب الاول والثاني شبه بعض، الباب الثالث والرابع شبه بعض، العضويه مش شبههم خالص. فدلوقتي انت المفروض تعمل ايه بالظبط في كل باب، وتبدا اصلا مراجعه ازاي بناء على ان انت عارف تقسيمه الدرجات. بص يا عم، سواء انت اصلا ذاكرت الكيمياء او لسه بتبدا فيها لاول مره في حياتك، كده كده لازم تبدا مراجعه بالعضويه. ليه؟ لان العضويه هي اكبر حاجه وانت المفروض انت تكون ضامنها. انت تدخل امتحان اخر السنه هيبقى 46 سؤال، هتلاقي منهم 49 سؤال بيتكلم عن العضويه، فانت تحس ان الامتحان كله عضويه ايه. فانت عشان تكون مؤهل كده انت لازم تكون مظبط العضويه، وتكون انت عارف ان هي اكبر حاجه زي ما قلنا عليها درجات. بجد نص الامتحان بيبقى اسئله عضويه، فانت المفروض انت تكون ضامنها وتكون حافظها ومراجع عليها كذا مره. بص كده، الحل الاول والاخير العضويه هو التكرار، واي حاجه في العموم هي فيها حفظ كتير وفيها معلومات كتيره هي التكرار والحل. ليه؟ لان بجد امتحان 2023 اللي حله منكم هيعرف يعني كانت في اسئله لها غريبه شويه وغير مالوف. يعني الفكره نفسها اكيد موجوده عندك في المنهج، ولكن اول مره يعني إن الفكره دي تيجي، فانت عملت ليه في السؤال بجد كان ما كانش سهل، كانت في كام اسئله مش سهل. فانت المفروض ان انت كنت تعمل ايه في العضويه كده بالظبط. بص، لو انت خلاص خدت العضويه قبل كده ودلوقتي المفروض ان انت هتراجع، ابدا مراجعه بقى زي ما انا قلت. طب هتراجعها ازاي؟ والله معاك حاجتين، لا اما انت ناسيها خالص ويعني انا مش فاكرها ومحتاج ان انا شرح تاني يشرح لي من اول وجديد، فاسمع الفيديو بتاع مستر عمرو الصيفي اللي هو الفيديو ده، اسمعه وركز في الشرح تاني وهو بيعيد لك شرح مش سريع ولا حاجه، ركز في الفيديو وهتلاقي الدنيا ظبطت. بعدها انت خش راجع وهتلاقي الدنيا ظبطت. طب انت حد تاني الى حد ما يعني فاكرها او انت مش عاوز شرح دلوقتي، انت خلاص والله انت ناسيها، ولكن بمجرد ان انت تبدا تفتح الكتاب وتذاكرها تاني هتفتكرها، فانت اكيد مش محتاج الفيديو اللي انا قلت لك عليه ده. اقول لك انت محتاج ايه، اسمع الفيديو بتاع مستر محمد عبد الجواد. الفيديو ده بجد فيه ايه، هل هو بيقعد يشرح من اول وجديد والكلام ده؟ لا، ولكن عامل حاجه حلوه جدا جدا جدا، هي تريكات الاسئله. يعني مثلا بيمسك لك الالكانات، ايه اللي ممكن يجي في اخر السنه في الالكينات ايه اللي ممكن يجي فيها، المشتقات بقى البنزين والكحول والكلام ده ايه اللي ممكن يجي فيها في اخر السنه، فبيديك التركات. بجد الموضوع ده جامد جدا 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 والله يفرق معاك، وانا بصراحه ارشحه لشخص فعلا كان مذاكر، مش لازم اللي هو تقعد تسمع بقى ايه شرح من اول وجديد والكلام ده. انت زي ما قلت محتاج الفتره دي تركات اسئله وافكار. وكذلك الباب الاول والثاني والثالث والرابع نفسه بالظبط في العضويه اللي انا قلت لك عليها. هتعمل ايه لو انت ناسي الباب؟ لا اما هتدخل على مستر عمرو الصيفي هتلاقيه مجمع لك الباب كده في حوالي 3 4 ساعات، على ما اعتقد دي كانت مراجعه السنه اللي فاتت. او اكتب في السيرش عندك كده على طول مراجعه الباب الاول كيمياء واكتب اسم المستر، هيجي لك بجد مستر عمرو الصيفي زي ما قلت مراجع كله ايه والدنيا تمام. طب دلوقتي لو انت عاوز فعلا تركات اسئله بقى وانت عايز ايه، مش عاوز شرح، انت عاوز تركات اسئله وحد يقول لك الافكار جايه ازاي، يبقى اسمع لمستر محمد عبد الجواد واسمع الفيديوهات اللي انا سبتها لك دي. بالنسبه للمعادلات اللي انت قربت تنهار من كتر المعادلات والحاجات الغريبه دي، انا قلت لك المعادلات ان هي انت مضطر ان انت الى حد ما تحفظها، هي موجوده معاك في كتاب المفاهيم في اخر السنه، ولكن انت مش هتقعد فاضي بقى تقعد تطلع كل معادله من كتاب المفاهيم، فانت لازم تكون حافظها، ولازم تكون حافظها بذكاء ازاي؟ مخططات هي او العضويه. بص يا عم، ما تتعبش نفسك فيها ولا تعمل اي حاجه فيها، خش عندي على التليجرام هسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات، خش كده بالظبط وانت هتلاقي بجد والله انا مجمع لك كل معادلات الباب الاول في صفحتين، فوق صفحه وش وظهر. جمعهم كده واكتبهم، ما تسيبهمش عندك مجرد صور، اكتبهم وانت كل يومين ثلاثه كده راجع عليهم. وكذلك العضويه هتدخل برضو هتلاقي، اكتب بس كده عندي في جروب التليجرام مخططات، هيطلع لك مخططات العضويه راجع منها. انت كل يومين ثلاثه كده والله انا هراجع البنزين، فانت المفروض انت تكون حافظ المخطط بتاع البنزين من كتر المراجعه والله، وانا كنت مرتبهم بطريقه كويسه هيظبط معاك جدا. بالنسبه للمسائل فانا مش هقعد اقول لك اسمع شرح والكلام ده، انت اهم حاجه في المسائل ان انت تكون حافظ القوانين كويس. طب حفظتها وانا مع ذلك بيجي لي مساله مش عارف ادخل فيها، انا والله كانت عندي المشكله دي وبجد كانت عامله لي عقده كده، ان انا اعتبر لحد اخر السنه مسائل الباب الثاني والثالث كانت عامله لي تروما كده، انا مش عارف احلها، مش عارف ادخل في السؤال معين.
عملت ايه؟ والله العظيم ظبطت فيها الحمد لله. عملت ايه برضو؟ بص يا عم، انت خطوتين هتمشي عليهم وان شاء الله الدنيا هتظبط معاك من دلوقتي لحد ما تدخل امتحانك ان شاء الله في شهر 6. اي مساله تقابلك في الدنيا اكتبها، اكتبها بجد. طب انا مش عارف احلها، اكتبها بالحل بتاعها، ومش مجرد انت بتنقل الحل، لا، انت فاهم الحل وفاهم الشرح بتاعها كويس. انا والله وقف معايا المساله دي، استمعت شرحها، خلاص الفكره دي ان جات لي تاني المفروض انت تكون قتلت الفكره دي. انا والله عملت كده، لقيت سؤال مع اتنين مع تلاته، فضلت كتبت شويه مسائل كده قد كده، طلعت بافكار كتيره جدا. لقيت بعد كده الافكار بتتكرر، فانا بعرف احل، فده ظبط معايا جدا. تاني حاجه، لو ضايق بيك الدنيا جدا وانت فعلا مش عارف تحل المسائل، اسمع مستر بيحل مسائل. مش اسمع مستر بيحل الواجب، لا، اسمع مستر بيحل مسائل. يعني ايه؟ اكتب مثلا حل مسائل الباب الثاني كيمياء، هيظهر لك ايه مستر كده، هتلاقي مثلا بيحل لك 100 سؤال 150 سؤال، بيحل شويه اسئله وخلاص. ادخل على الاسئله دي، ركز معاه وبيحلها ازاي. انت مش مجرد قاعد سايلنت كده قاعد بتستمع، لا، انت قاعد بتركز معاه، بركز معاه جدا. والله في اسئله معينه كده انا بكتبها وراه، بكتب الافكار والكلام ده. ان قررت الموضوع ده والله بجد خلال الشهرين دول هتلاقي الدنيا ظبطت معاك خالص. وبس يا عم، والله الدنيا سهله كده، ايه ما تقلقش. وانا جاي الفيديو ده كده ايه، اجمع لك مصادر، مش ان انا اقعد اقول لك تاني وجديد ازاي تذاكر ومش ازاي تذاكر. انا جاي بالظبط اجمع لك مصادر زي ما انا قلت لك العضويه اسمع فيها كذا او اسمع كذا، كذلك الباب الثاني والثالث والرابع. قلت لك بالنسبه للمعادلات ادخل عندي على جروب التليجرام، هتلاقي كده مجمع لك معادلات الباب الاول، وكذلك برضه معادلات الباب الثاني. الكاتيونات والانيونات دول اللي كانوا ملففين الدنيا كلها بالالوان والكلام ده، انا والله بجد بعد ما ظبطتها ورجعت عليها كذا مره الحمد لله كنت ظابطها جدا. ليه؟ انا كنت كاتبهم بصيغه كويسه. فالحاجات دي كده انا مرتبها لك كلها ورا بعض. اكتب انت بس الباب الثاني الباب الاول عندي في السيرش في التليجرام، او انت لو طلعت سنه كده هتلاقي كنت انا مجمع لك كل المصادر بتاع الكيمياء ورا بعض. ادخل والله بجد هتستفاد بيهم جدا 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 ان شاء الله. ان شاء الله يكون في فيديو كده كل يوم عن ماده مختلفه، هقول لك بجد ازاي تعمل ايه فيها كده على السريع، واجمع لك من الاخر المصادر. يعني السكيلز مثلا في الانجليزي تسمع مين وتقتل كده السكيلز، الجرامر ازاي تجمعه في 3 4 5 ساعات كده، وكذلك الكلمات، وقيس كده في كل مواد. فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، واكتب لي في الكومنتات ايه عايزين الماده الجايه عن ايه. وعندك اي سؤال تاني ما اتكلمتش عليه اكتبه في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليك. وبس، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.